السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبيباتي أخواتي، اليوم بحول الله تتم لطقم المطبخ. أولا نتأسف البنات اللي ما ذكرتش نوعية القماش في الفيديو السابق. هذا النوعية تاع القماش هي نوعية الباش، نوعية خشينة ورائعة في العمل، يعني العمل يجي واقف يجي مليح. وهذا لابوبلين، طبعا اللون اللي تحبيه. هناك طبعا نوعية أخرى من الأقمشة تاع المطبخ مثل هذا القماش، طبعا هو معروف تاع المطبخ، شوية رهيف لكن مليح، يعني يوفي بالغرض. عندنا نوعية هذه، عندنا هذه خاصة بالمطبخ، يعني نوعية باينة فيها حتى الرسومات تاع المطبخ. أنا حقيقة صراحة نتعامل مع هذا النوع، نحبه والخدمة تاعو تجي باهية، والألوان يعني كيما نقولوا حلوة، تقدري تتعاملي بها كيما تحبي إن شاء الله. اليوم وتحت طلب الأخت اللي طلبت مئزر، طبعا طبختنا المشهورة شهرزاد تاع قناة سميرة، إن شاء الله اليوم راح نقوموا بتفصيل وخياطة المئزر بحول الله. يلا معايا البنات. اما فيما يخص الباترون ان شاء الله راح ننزلوا على القناه، طبعا الصفحه تاعي العربيات الخياطه والتفصيل، راح نصوره لكم وتشوفوه. عندنا هذه القطعه اللي فيها 70 سنتيمتر على 50 سنتيمتر، نديروا منها قطعه واحده. القطعه الثانيه اللي نديروا منها زوج قطع 30 على 25. وعندنا هذه القطعه اللي فيها 60 على 12 سنتيمتر، نديروا منها قطعة واحدة. وعندنا القطعة هذه نديروا منها قطعة واحدة أيضا، 120 على 14 سنتيمتر. وإن شاء الله راح نحط لكم، حنصور لكم الباترون ونحطه على الصفحة إن شاء الله، صفحة قناة العربية، صفحة العربيات الخياطة والتفصيل. الآن شوفوا معايا، طبعا هذه القطعة الأولى اللي فصلناها كما راكم تشوفوا، منها قطعة واحدة. هذه القطعة الثانية اللي فيها زوج قطع، هذه القطعة اللي فيها 60 على 12 سنتيمتر. وهذه القطعة الأخيرة اللي فيها متر على 14 سنتيمتر. فيما يخص لي فرانس أو الكشكشة اللي تجي في الجوانب تاع المئزر هذا، طبعا دائما قاعدة ناخذوها البنات، قياس هذا مثلا، قياس اللي مراد ليه اللي باش نعملوا فيه الكشكشه او لي فرانس، قياس هذا في 3. هذا قاعده بالنسبه لي فرانس، قياس كما انا نهز القياس هذا في 3. طبعا انا القياس لقيته 120، عملت في 3، حط لي تقريبا حوالي واحد 3 متر وحاجه. راح نعملوا به الكشكشه بحول الله. نمشوا البنات الماشينه ونبدأ على بركه الله. حنا نكونوا عملنا خياطه باش نعملوا بها لي فرانس اللي هي الكشكشه، طبعا هكذا كما راكم تشوفوا. نحاولوا طبعا نكونوا هنا نعملوا زوج خياطات، يعني يا اما بالابره والخيط نعملوا هكذا فوفيلاج خفيف ونجبدوها، او نعملوها بالماشينه، نرخوا الميزانيه او الطونسيون تاع الماشينه ونعملوا بها زوج هكذا، زوج خياطات باش كي نعملوا لي فرانس هذوما ولا الكشكشه تجينا مرتبه وتجينا مليحه. هنا انا راح نعمل، حنخليها 40 سنتيمتر، خليها 40 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. هذا هو القياس يكفيني طبعا هكذا. طبعا كي نجو نخيطوها راح نعدلوا الكشكشه هذه هكذا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نعقد الخيط، نحيد الكشكشه طبعا هكذا. خلاص دوكا الان نسويها
باش تجي كامل قيس واحد هكذا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نجيب مع عندي راح نعمل به البلي. هذه تنيتها على زوج وخيطتها وقلبتها وكفيتها. فيها حوالي 10 سنتيمتر العرض تاعها. طول كما قلت لكم كقاعده عندنا المكان اللي حنعملوا له الكشكشه او لي فرانس يعني او لي بلي، باسكو راح نعملها بلي بلي دائما نعملوا ثلاثه يعني في ثلاثه. مثلا عندي 20 نعملها في ثلاثه تولي عندي العدد المطلوب، وهكذا تولي عندي 60 وهكذا. انا اذا لا هذه الدائره تاع الطبليه هذه تاع المئزر كامل عملتها في ثلاثه. عملت هذه خيطته قلبته وحددته كما راكم تشوفوا. والان راح نعمل له لي بلي كما راكم تشوفوا البنات. هاي هكا يكونوا لي بلي قراب شويه من بعضهم باش يعطوا جماليه للعمل تاعنا كما راكم تشوفوا. نكمل اللي بعده وهكذا كما راكم تشوفوا معايا. ومن بعد نخيطها هي هكذا وحدها ونعملها بالمكوات باش تكون الشكل تاعها جميل. ومن بعد نرجعوا ان شاء الله نلصقوها مع بعضها. شوفنا من بعد ما قمنا بكوي القطعة هذه طبعا شوف كيفاش ولات شكلها. الان حنعملوا قبل ما نلصقوها في الاتجاه هكذا، قبل ما نلصقوها هكذا هكذا. لكن لازم هذه الساعه نضفوها، يعني راح نخيطها كيما هكذا كيما راكم تشوفوا للامام يعني للوجه تاع القماش. نجي من الحافه هذه نخيطها نعملها ساير كامل داير على الجهه التحتانيه تاع الطابليه ونعاود نوريكم ان شاء الله. شوفوا الان بعد ما خيطنا طبعا هكذا قلبناها كما راكم تشوفوا. الان راح نلصقوا الكشكشه هذه. شوفوا معايا هكذا هكذا لصقوها. كامل نديرها ساير داير هكذا. تكون عندنا خدمه نظيفه و كما راكم تشوفوا هكذا. نكون هنا خلصنا خيطناها. الان راح نجو نلصقوا القطعه اللي تكون هنا. اول حاجه نثنو ونحدوه كما عرفتوا خدمه تاعي 1 سنتيمتر تاعنا هذه. قوموا بالمكواة طبعا حدوها ومن بعد ناخذوا منتصف نتاعها، ناخذوا المنتصف نتاعها هكذا. هذا هو المنتصف نتاعها. ناخذوا المنتصف تاع احنا هكذا هكذا. نوضحوا المنتصف كذلك. ومن بعد حنجيبوا نخيطوها، لكن نخيطوها على الوجه تاعها على القفايل يعني هكذا على الوجه هكذا. اتمنى تكون واضحه. اذا تلاحظي انا نخيطوها على الوجه هكذا كامل
البنات يعني لي فينيسيون مهمه جدا جدا. دائما ننبه ونعاود، ولو راهي طابليي خفيفه تاع كوزينه، لكن لي فينيسيون تلعب دور كبير في نجاح العمل. حاجه تكون جميله، تكون لي فينيسيون تاعها شابه. نخيطوها ونعاود نولي لكم. هنا كملنا خيطناها. الان راح نقلبوا العمل هكذا. شتي الان سنتيمتر اللي عملناها وحددناها باش يكون لنا العمل نظيف، وكنا ما شاء الله من الامام ومن الخلف. من هنا راح يكون نظيف، ومن هنا كيف راح يكون العمل نظيف. والجهه هذه تاع اخر نهايه هذا الحزام حنعملو هكذا. هكذا نخيطوه. نتمنى تكون واضحه. هكذا نقلبوها كما راكم تشوفوا هكذا، ونخيطوها باش لي فينيسيون تكون ما شاء الله. خيطوا القطعه هذه وراح نقلبوها. هذه اللي نعملوها في الرقبه هكذا. قوموا بقلب تاعها كما راكم تشوفوا. هكذا نقلبوها. طبعا نحدوها، نعملوا عليها المكوات هكذا كما راكم تشوفوا معايا. نحو المساك هكذا. نقوموا نحدوها ونرجع لكم. نجيب قطعتين هذوما الصغار وهذا الشريط اللي حددناه ونعملوا هكذا. مراعاة باش هذا ما يكونش متني، نديرو هكذا باش يكون. طبعا المسافة هذه تكون قد المسافة هذه. بعد نجيبو القطعة الثانية نحطوها هكذا على الجهتين كما راكم تشوفوا. راح نقوموا بالخياطة كما هكذا البنات. شوفوا معي هكذا هكذا وهكذا وهكذا. نخلو الجهة هذه مفتوحة، وما ننساش 1 سنتيمتر من تحت نعملها هكذا، نحددها ونخيط عادي. نبدا من هنا هكذا نخيط كامل سير داير ونولي لكم. خلاص وكي كملنا خيطناها. الان نقلبوها باش تعطينا النتيجة اللي تحصلنا عليها.
هذه النتيجة اللي تحصلنا عليها. طبعا هذا 1 سنتيمتر تاعنا. الآن راح نلصقوها في هذا الجزء الطبلية، هلصقوها هنا طبعا هذا الوسط تاعنا. هذا هو الوسط نتاعنا. هذا الوسط نتاعنا، وهذا الوسط تاع القطعة هذه نعملوهم بهذه الطريقة كما ولفنا على الوجه. وراح نخيطوا القطعة هذه هنا كما راكم تشوفوا معايا هكذا. هكذا حتى للنهاية طبعا هكذا. ومن بعد نكملوا نخيطوها ونعاودوا نولوها. هنا خيطناها كيف راكم تشوفوا طبعا كلش لداخل، كلش نظيف، كلش بروبر. 1 سنتيمتر طبعا. رجعوها هنا كما راكم تشوفوا البنات. نتمنى تكونوا تبعتوني خطوة خطوة. نشكركم على الكلام الجميل والطيب اللي سمعتوا اللي شفتوا في الفيديو اللي سابق. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. شكرا على التفهم الواضح. ان شاء الله احلب لكم طلباتكم بحول الله. اخواتي اعذروني يعني ما باليد حيلة. ان شاء الله راني كامل نعطيكم. صدقوني البنات هذه ممكن تكون راهي طبلية تاع كوزينة. وتحت طلب الاخوات يطلبوا لي طبلية تاع شهرزاد. هذه هي بحول الله، هذه هي البصله تاعها وهذه طريقتها. هنا دير واحد الفيونكه صغيره اللي حابه تديرها، اللي حابه تعمل جيب، اللي حابه تعمل اكسسوار. كل واحده انا شفت فيها لي فلور بزاف في المونتيف تاع الطابليي، سي بور سا ما حبيتش نزيد عليها ما حبيتش نشارجيها بزاف. درك واش نعمل؟ راح نخيط من هنا وراح نمشيها هكذا الخياطه هكذا حتى لهنا بحول الله. صدقوني البنات شوفوا شكلها، شوفوا شكلها. هذا الداخل شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها نظيفه. قطعه قيمتها كما ديما نقول لكم. لي فينيسيون البنات انا ناكد لكم نعاود لكم الحاجه تجي مليحه وتجي جميله، تتعبي لها شويه لكن تجي متميزه. نتمنى القطع هذه نقدمها لكم تنفعكم وتكونوا على يقين انها مش موجوده في السوق بهذه الطريقه وبهذه الفينيسيون. ناكد لكم باللي ما هيش موجوده فعلا. راح تعملوا طاقم تاع المطبخ اللي راح تفرحوا به بحول الله. نكملها وتشوفوها ان شاء الله على الموقع. والان كملتها البنات الحمد لله كما راكم تشوفوا. نتمنى تعجبكم، نتمنى تطبقوها بكامل التفاصيل تاعها وبكامل لي ديتاي اللي عطيتها لكم. شكرا البنات على التفاعل تاعكم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الموديلات اللي نعطيها لكم. اللي دخل القناه وشافها اول مره يعمل اشتراك ويضغط على الجرس ليوصلوا كل جديد نتاعي. والاخوات اللي مولفين عليا يتفضلوا بكلامهم الطيب والجميل، انتقاداتهم لما لا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم كل الخطوات اللي عطيتها لكم. وبارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.